السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك ويكملوا معايا الفيديو للآخر. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل أول تنظيفات لشهر رمضان علشان خاطر كده ننجز. خلاص كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هو 1 شعبان، فان شاء الله باذن الله قدامنا شهر كده ننظف فيه براحتنا ونوصل لكل حته في البيت وعلى مهلنا خالص. فالنهارده ان شاء الله هنبدا بس كده بجزء من المطبخ، من الادراج الداخليه نبدا نعملها كده مع بعض، وان شاء الله باذن الله ننجز في يومنا. اليوم النهارده فيه حاجات كتير، وبصراحه هو مش متصور في يوم واحد، لا ده متصور على يومين. بدات اليوم الاول كده بمنتهى النشاط، ولكن بقى حصل ظروف وتعبنا وكده، وبعد كده صورت لكم اليوم التاني. هحكي معاكم ان شاء الله باذن الله بالتفصيل كده. انا وديتكم موجز عن اللي هيحصل في الفيديو. بدات اليوم ده كانت الدنيا لسه بدري خالص، كان تقريبا الساعه لسه 7. بدات كده رفعت السجاد وبدات امسح بالموب ده، وانا عايزه اقول لكم ان هو حرفيا ما شاء الله جميل جدا، يعني ما بيخليش ترابايه او شعرايه، كل حاجه بيلمها، والعصر الذاتي بتاعه ده بيوقع اي شعر وبيوقع اي حاجه. المهم بقى كده بدات شغلت بخور، واستغليت فرصه ان انا بنتي لسه نايمه، فقلت اشغل شويه بخور، حتى بس لو ربع عود البخور ده بس يشتغل، بس يدي ريحه كده للبيت، لان هم حرفيا البخور بيغير الطاقه. وجبت مبخره جديده بقى هوريها لكم في الفيديو برضو ان شاء الله. اليوم كان بادئ سبحان الله بقى جميل، وعارفين بقى اللي هو في هدوء، وقمت وانجزت ونضفت، وعارفين بقى اللي هو انتوا حاطين حلم الحاجة وفوجئتوا بقى بحاجة تانية، بس الحمد لله يعني جت سليمة الحمد لله. المهم كده عارفين كنت عايزة البخور يوصل في كل مكان، كل ما اعدله ما يطلعش ريحة، اقلبه يطلع بقى بخار كتير، فقلت امشي بيه كده بقى مقلوب. وهو حرفيا كانت الساعة 9 بتوقيت السعودية، يعني كانت 8 بتوقيتنا بعد ما كنت نضفته وخلصت. قلت ايه بقى، انا لو قعدت عادي هو الشقه ان شاء الله يومين 3 هتخلص، لو تنظيفات عميقه بقى وكده، اللي هو ايه اشوف صرفه بقى لبنتي اوديها كيدز اريا تقعد مع باباها كده. بس حرفيا الواحد جسمه بينهك، وانا بصراحه مش يعني مع فكره ان انا اقوم اعمل الحاجه وبعد كده بقى نفضل عيانين او نرقد او ما نعملش اكل يومها او كده. لا قلت عادي اباشر يومي الطبيعي. والله لو التنظيف بتاع الشقة العميق هيبقى 30 يوم مش 3 ايام، يبقى 30 يوم بس بنعمل حاجاتنا الطبيعية، ما احناش مرهقين مش منهكين، ما بنقصرش مثلا في حق الاطفال اللي معانا في البيت، او ما بنعملش اكل او. فقلت كده ابدأ بالمطبخ جزء جزء داخلي. اعمل يوم تحت السرير وانا بغير الملاية، ارفع السرير واعمل تحته، عارفين واحدة واحدة كل حاجة يعني بتتعمل، لكن حرفيا اللي هو مرة واحدة ده لا، هو بيتعمل برضو بس عارفين بتنهكوا. فعلى ايه بقى، لا بالراحة كده وعلى مهلنا. والله بصوا كنت مطلعة لحمة تفك وحاطة فوقيها الصينية دي عشان معدن، قلت هحطها كده فيها مية عشان تفك، وكان عندي بليلة كده قلت اسخنها بقى ونفطر بيها، والدنيا ماشيه زي الفل. عارفين بقى اللي هو احلام وطموحات بقى، اللي هو انا قايمه بقى مطلعه لحمه وهعمل اكل وكده، ولكن ما عملتش اي حاجه، اللي هو فطرنا ودخلت نمت شويه، قمت بقى مش قادره اخد نفسي تعبانه، وببص لقيت بنتي برضو، فاضطريت طبعا اخدها واكشف عليها وكده. فالدنيا ما كانتش الطف حاجه، رجعنا اللحمه التلاجة تاني، وكلنا بقى يعني كلنا اكل من بره، اللي هو عارفين انا حتى مش قادره اصور الاكل يعني اللي هو كنتش قادره اقوم اصور الاكل، اللي هو اكلنا وخلاص هو كده اليوم خلص. المهم ان انا اصلا قبل ما انام دخلت على المطبخ كده، قلت بقى اشوف الادراج الصغيره دي، وانا لما قلت لكم ان الحوض بتاعي كان بيسرب عملت الدرجين اللي تحته هوريه لكم دلوقتي بس بعد ما اخلص دول. فالجزء اللي تحت الحوض ده كان خلصان، قلت بقى ادخل على الاربع ادراج دول اللي هم الصغيرين اعملهم. والله انتوا عارفين قلت لو هعمل درج واحد بس، كل ما ادخل المطبخ اكون بعمل حاجه انضف درج واحد بس الحمد لله عملت الاربعه مع بعض. وقلت بقى الادراج الكبيره حتى لو درج واحد بس في كل يوم هيتعمل، وفوق برضو في حاجات هتتشال، اصل احنا يعني مش هنعمل كل حاجه في حاجات نظيفه، في حاجات ايدينا ما بتطولهاش، فبالتالي بتبقى حلوه، يعني ما بيكونش وصلها مثلا دهون او حاجه. المهم هنا كنت خلصت الحمد لله الاربع ادراج، نظفت التوابل، وطبعا جربتها بقى علشان خاطر الحاجات اللي احنا محتاجين نشتريها لازم نبقى عارفين هنشتري ايه، علشان خاطر طبعا انتوا عارفين رمضان من باب اصلا ان انا ما بحبش انزل خالص، وفكره ان احنا بنبقى صايمين فصايمين، وبنقوم اصلا بيبقى الوقت على القد قبل الفطار. ف
ما بنبقاش محتاج، يعني مش قادرين ان احنا اصلا لسه هنشوف احنا هنشتري ايه ونعمل ايه وكده. فبحب يبقى كل حاجة موجودة في البيت، على الأقل النواشف. يعني مثلا لو هنشتري فراخ ولحوم وخضار وكده، اللي هي الحاجات دي هنطلبها برضو على البيت، مش هننزل. لكن مثلا البقوليات، التوابل، الحاجات دي بحب ان هي تبقى يعني موجودة في البيت وخلاص بقى، انا مش شايله همها. المهم بوريكم ان انا الدرجين اللي تحت الحوض انا كنت مخلصاهم، والحمد لله يعتبر كده نص المطبخ من تحت معمول، وما فاضل الدرجين دول. والضلفه اللي هناك اللي هي جنب البوتاجاز دي فيها الانبوبه. دي فيكم بادئ او ناوي ان هو هيبدا ان شاء الله في رمضان دايت، يا ريت يقول لي وياخدني كده على جناحه، لان انا حرفيا حاسه ان هي دي الفرصه الوحيده اللي هو ان انا ممكن يعني اخس، فمش عارفه اعمل ايه. فقلت ان شاء الله باذن الله اخليها كده شهر رمضان، يعني بيبقى كده كده ما بناكلش غير هو فطار وسحور. فقلت بقى اعتمد على الله، ثم ان انا بقى اكتر بروتين وكده، وادينا بقى التسالي والحاجات اللي في الوقت ده، واكون ان شاء الله باذن الله خلاص مش برضع بقى، فنرجع لحجمنا الطبيعي. المهم غرفة الاطفال كانت مبهدله خالص، فظبطتها كده، رتبت السرير بس، وما كانتش محتاجه حاجات كتيره، هي كانت محتاجه بس ترويقه خفيفه كده. فمسحت الاجهزه كده، والحمد لله الدنيا كانت زي الفل. عايزه اقول لكم يعني اليوم الحمد لله، يعني عارفين اللي هو خلص وعدى. انا نظفت التنظيفه دي بقى، وقلت هقوم ايه كده بقى، ما عنديش الا الاكل، ولو هظبط مثلا ملايه السرير او كده. ولكن طبعا الحمد لله يعني فتحت الشباك. انا عايزه اقول لكم ان انا بحب اصلا اهوي وانضف الاوضه دي، حتى لو هقفل الشباك مثلا بتاع الريسبشن، بسيب الشباك بتاع غرفه الاطفال ده متهوي، بينضف. التهويه برضو بتحس ان هي لا بتفرق في المكان، وبتفرق في ريحه المكان، وخاصة ان احنا الشقة بتفضل مقفولة وقت كبير، يعتبر احنا اصلا من المغرب بنقفل. المهم بقى البيت كان ناقصه حاجات كتير، وده كان تاني يوم نزلنا بقى نشتريها. ما كانش عندي زيت ولا كان في بيض ولا حاجة، ونزلت بقى اشتريت شوية حاجات. هي دي المبخرة اللي انا بقول لكم عليها على شكل كعبة، كان نفسي فيها. انا جبت الحجم الكبير، وجبت البولة الصغيرة دي علشان عندي 2. انا مش عارفة ليه انا ما بجيبش 3، يعني جبت 2 ودي اللي كانت باقية فجبتها. وجبت الصفاية دي للمعالق، لان انا بصراحة الاستانلس اللي عندي خلاص بقى زهقت منها، هي عندي من ساعة ما اتجوزت، فقلت كده اغير شويه. المهم جيت اجيب ستاند للتليفون، رحت جبت ستاند بتاع العربيه، مش عارفه ازاي يعني، لعله بشرة خير. ان شاء الله جبنا الستاند بتاع العربيه، عقبال ان شاء الله باذن الله ما نجيب العربيه. والايد بتاع التقديم ده، السرفيس بتاع التقديم ده شكله جميل قوي كده، ذهبي، مكتوب عليه اهلا رمضان. انا هفتحه معاكم دلوقتي، شكله لطيف. وكنت فاكره ان البولات اللي جوه دي زجاج، طلعت لا، طلعت بلاستيك. فقلت مش مشكله، هي اصلا في حجم علب كده، اللي هو حتى لو حاجه منهم باظت لا هتعرفوا تحطوها مكانهم. وجبت المج بتاع جود مورنينج ده، كان نفسي فيه جدا، والسلك. وجبت الستاره النبيسي دي، هقول لكم ليه، بس هي دي يعتبر مش من الحاجات اللي انا هعملها في رمضان، لا ده في العيد ان شاء الله. شكل السيرفيس بتاع التقديم ده بقى مكسرات. انا عايزه اقول لكم اصلا ان انا بعد ما فتحته اكتشفت ان هو كمان بينور، فشكله اللهم بارك فعلا لطيف قوي. والستاند ده بقى مش عارفه اشوف حد عنده عربيه نعرفه نديهوله هديه يعني. والمبخره دي اكتر حاجه كانت عجباني فيها ان هي كمان فيها درج كده للبخور، للستوك بتاع البخور، فحسيتها لطيفه قوي ما شاء الله. وهتبقى برضو مديه شكل حلو قوي على الستايلات بتاعه رمضان. فانا عايزه اقول لكم الصفايه دي برضو كانت عجباني، حسيتها رقيقه كده، ما فيهاش حاجه اصلا، كفايه النغبشه بس هتبقى بتاعه المعالق وكده. والمج ده مش عارفه جبته ب55 تقريبا، والصفايه دي كانت ب99. وطقم التقديم ده ما كانش معدي 100 جنيه. يعني الطقم ده شايفين هو شكل العلبه عامل ازاي، هنوره لكم دلوقتي لما اكتشف اصلا ان هو بينور. فعجبني قوي، حسيت ان هو هيبقى يعني شكله لذيذ ان شاء الله باذن الله في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ربنا يهله علينا كده بالخير ان شاء الله باذن الله، ويجيبوا احنا سالمين امنين جميعا يا رب في بيوتنا. السلكه ده انا كنت سمعت ناس كتير بتشكر فيه، هو انا جربته، هو ما شاء الله جميل، ما بيصديش وبينضف وكده. قولوا له بس انتوا ايه رايكم في اللون البرجندي اللي بدا يدخل في حياتي. يعني في الاول جبت المج الكبير دوت بتاع ستانلي، وبعد كده رحت جبت الستاره. المهم بقى انا عايزه اقول لكم ان احنا يعني اليوم ده بعد ما نزلنا ما كانش ليا او ما كانش عندي طاقه بمعنى اصح ان انا اعمل اكل. فقلت اعمل شويه سلطه كده، وقليت شويه بطاطس، وعملنا بيض من اللي احنا جبناه، وكنا جايبين عيش معانا، وعملنا شويه جبنه بطماطم كده،
والحمد لله فطرنا كده وروقنا على نفسنا. وعايزه اقول لكم بقى ان انا يعني عارفين كان في يوم فاصل اصلا بين اليوم ده واليوم ده، طبعا علشان خاطر كنت قاعده فالبيت حرفيا كان متبهدل، ما كانش فيه حاجه في مكانها. فقلت اخلص كده الحاجه. المهم بقى ان انا برضو ما كانش عندي بقى حاجه في التلاجة، فقلت بقى اطلب حاجات من عند بتاع الفراخ. يعني كان حد من جيراني اداني الرقم بتاعه، فقال لي الحاجه بتاعته جميله وطعمها حلو. عارفين الحاجات دي او الفراخ طعمها بيفرق من نوع علف لنوع تاني، انا ما كنتش اعرف المعلومه دي غير قريب. فحرفيا في فراخ تدوقها كده تحس ان هي لا الله طعمها مسكر وريحتها حلوه، وفي فراخ تانية لا تحس طعمها زفر او ريحتها زفره كده. فانا عايزه اقول لكم ان انا جبت الفراخ من عنده وكلتها يعني، ودي اصلا في حد ذاتها ده انجاز. المهم المطبخ كده كان محتاج ان هو يتنضف، وعارفين كل ما انضف الاقيه لا يعني الاقي الدنيا بتبوظ. فسبت الرخامه زي ما هي كده ومسحت الارض، لان حرفيا الارض كانت متبهدله. ده بقول لكم كان تاني يوم، يعني كان في كمان يوم فاصل. فرحت بقى شايله السجاد بتاع الريسبشن، وقلت ادي مسحه بقى للبيت كله بقى من اوله لاخره كده، اي حاجه هتيجي قدامي هعملها. المهم كده سبت بقى الارض تتهوى، وقلت اطلب بقى اوردر الفراخ وكده اشوفه، لان انا بصراحه عارفين كل واحد بيشكر في الحاجه من الزاويه بتاعته، لكن بصراحه لما جربته لا كان طعمه حلو وكده. المهم بقى قلت كده اعمل لي انا كوبايه شاي. وكان عندي ميني بيتزا كده جبتها برضو من الفرن اللي تحت، حسيت ان هي لا ريحتها حلوه والحشوه بتاعتها كمان كتيره. فعملت كده كوبايه، وكنت جبت صدور رومي بس نسيت اجيب يعني جبنه شيدر، فقلت بقى خلاص مش هعملها. فعملت كده كوبايه الشاي بلبن بقى، وقلت كده اقعد اخد راحه. وبعد كده الحمد لله الفراخ كانت جت. عايزه اقول لكم ان انا طلبت من عنده كباب بس فجابها لي، وطلبت اوراق كده، وطلبت بانيه، وطلبت الاجنحه، طلبت الحاجه اللي انا باكلها. فبدات حطيتهم كده كلهم في محلول ناقع، طبعا كل حاجه لوحدها، الكبده لوحدها والاوراق لوحدها والاجنحه لوحدها والبانيه لوحده. يعني عايزه اقول لكم ان انا حرفيا اكتر حاجه بحبها او اكتر جزء بحس ان هو مسكر وجميل هو الجزء بتاع الجناح ده. مش عارفه بقى ده تهيؤات ولا ايه، بس هو ده حرفيا اكتر جزء انا بحب ان انا اكله. فسبتهم كده في محلول النقع بتاعهم، وعارفين كل ما انضف المطبخ الاقيه لا مش حلو. فقلت بقى الاختيار هيتم على ايه، فالاختيار بصراحه جه على اسهل حاجه ممكن تتعمل اللي هي الكبده. تبلتها وقليتها على طول في الزيت، يعني حطيت عليها شويه دقيق وشويه نشا وقليتها، وقليت بطاطس وعملت سلطه طحينه كده وسلطه خضراء، والفينو برضو كنا جايبينه معانا من تحت. وقلت كده نتغدى اللي هو اسرع واسهل غدا اصلا ممكن يتعمل في الحياه. فالحمد لله عملناه كده واتغدينا اليوم ده. وعارفين بقى اللي هو ايه، المطبخ كل ما اعمل حاجه الاقيه رجع اتوسخ تاني من اول وجديد. الحاجه اللي انا بقى استخدمتها بدات كده اشيلها تاني، والارض رجعت للاسف اتوسخت تاني، بس اديت لها مسحه سريعه كده، نظفت والحمد لله المطبخ كان زي الفل. وعايزه اقول لكم كل ما اقول خلاص بقى اليوم هينتهي، بس طبعا اليوم الوحيد بتاع التفريزات ده حرفيا بيريحكم كتير. يعني انا اليوم ده والله العظيم ولا اسبوعين مثلا عقبال ما افكر اعمل تفريزات تاني. ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم كده فيديو عن تفريزات رمضان كلها، ان شاء الله باذن الله نعملها مع بعض. وبكده يكون فيديو النهارده انتهى، يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.